الفنانة شيماء سيف توجه رسالة قوية ومحترمة للبنات والسيدات، حيث نشرت شيماء سيف بوست عبر حسابها الرسمي ورد فيه: خلاص الصيف بيخلص، لكن للأسف آثاره مكملة طول عمرنا. بنطلع على البحر ونشوف أشكال وألوان مايوهات، لكن السنة دي العري يفوق الوصف. المايو بقى بيتلبس في كل مكان، مش على البحر بس. طب المايو اللي في نظري جزء من الملابس الداخلية، وده أكتر وصف مؤدب أقدر أقوله. توب المايو بقى اللبس الرسمي للبنات، وفوقه كاش مايو بيبين اكتر ما بيستر. هي البنات دي ملهاش اب او زوج او اخ قلبهم ياكلهم عليهم والدم يجري في عروقهم. فين نخوة الرجالة؟ فين حياء البنات؟ والمصيبة ان كل الاعمار وكل الاحجام مش بتفرق. الموضوع زاد قوي. الغلط غلط ولو كل الناس عملوه، الغلط غلط ولو اصبح عادة الكل. هفضل اقول ده غلط حتى لو كنت لوحدي اللي بقوله. العري مظهر من مظاهر التخلف الفكري، واللي فاكر انه تحضر ماشي وراء القطيع بدون وعي. فين الحياة والعفة والخجل والخصوصية؟ كل شيء بقى مباح كده للناس كلها. وختمت شيماء سيف كلامها قائلة: ربنا يستر علينا جميعا ويهدي البنات والأولاد ويشوفوا الغلط غلط مهما كتر. ربنا أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطل وجنبنا اتباعه. وعلقت شيماء سيف على البوست اللي نشرته عبر حسابها: منقول عن أحد صديقاتي، بس بجد هي قالت كل كلمة جوايا وكان نفسي ان انا اقولها.